حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ اهلا بيكم. انا دعاء ودي قناتي. النهارده بقى عامله لكم وصفه مغذيه جدا وحلوه جدا. قرع عسل بالبشاميل. القرع العسل من الحاجات اللي بنلاقيها كتير ومش بنعرف نعمل بيها ايه. دي طريقة حلوة قوي نعملها بيها. قرع عسل بالبشاميل طعمه حلو جدا. هتاكلي معلقة هتبقي مش عايزة تسيبي الطبق وتاخدي معلقة ورا معلقة ورا معلقة بجد. طعمه حلو جدا وغني وحلو جدا 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 وسهل وبسيط وحاجة مختلفة وجديدة وحلوة جدا جدا. يلا نشوف الطريقة والمقادير، بس الأول نصلي ونسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أول حاجة أنا بجيب القرع العسل بتاعي. أنا كان عندي في الفريزر، كنت مقطعاه مكعبات زي ما انتم شايفين كده وحطاه في الفريزر. طلعته وهجيب كوباية من السكر وهجيب حلة. هحط بقى فيها مكعبات القرع وهنزل عليهم بكوباية السكر واغطيه واسيبه شوية حوالي ربع ساعة كده. وبعد كده هحطه بقى على البوتاجاز على نار هادية جدا واسيبه بقى يستوي براحته. ما بحطلوش اي سوائل خالص ولا نقطة مية واحدة، هو بينزل المية بتاعته. وعلى ما يستوي بقى تعالوا نعمل البشاميل. عايزة للبشاميل كوبايتين من الحليب، وعندي معلقتين كبار من الدقيق، وعندي سكر، وعندي معلقتين كبار من الكريم شانتيه الخام. ونروح بقى على البوتاجاز نحط بقى المادة الدهنية بتاعتي. انا حاطة معلقتين من السمنة، عايزة تحطي زبدة عايزة تحطي زبدة على زيت، دي حاجة ترجع ليكي. وهبدأ بقى انزل عليهم بمعلقتين الدقيق واقلب في الدقيق لحد ما الدقيق يستوي معايا و يبقى بالمنظر ده زي ما انتوا شايفين كده. وعلى طول هروح نازلة عليه بكوبايتين الحليب واقلب بقى علشان ما يعملش معايا اي تكتلات. وهجيب بقى المضرب واقلب بيه، هيساعدني اكتر من المعلقة. بالشكل ده هقلب في الدقيق والحليب مع بعض كده كويس علشان يبقى القوام معايا كريمي ويبقى حلو جدا. دلوقتي بقى هحط السكر. انا هنزل ب3 معالق من السكر بس. انتي دوقي وشوفي. اللي بيحب سكر زيادة يحط، اللي بيحب اقل يقلل. دوقي وشوفي زي ما انتي عايزة كده. تحسي ان انتي حاسة ان طعمه مظبوط بالنسبة لك. بس كده نقلب السكر. وبرضو افضل بقى او احط كمان معلقة من الفانيليا او كيسين من الفانيليا البودر اللي موجود عندك حطيه. وبعد كده هحط الكريم شانتيه. الكريم شانتيه هنا بيديني طعم غني كده، بيخلي الطعم غني والقوام كمان احلى وبيبقى قوام كريمي اكتر. وبيدي طعم حلو قوي قوي قوي. لو مش متوفر عندك الكريمة الخام تحطي الباكت عادي اللي بيجي من السوبر ماركت. حطي كيسين وبقلب فيه. بصوا القوام بقى كريمي وحلو جدا ازاي. هو ده القوام المظبوط. لو لقيته اتقل معايا عن كده بزود حليب، لقيته خفيف معايا بربط بمعلقة من النشا. بصوا بقى نرجع للقرع بتاعنا اهو. انا ما حطيتش نقطة مية، وبصوا يا جماعة المية اللي نزلت من القرع زي ما انتوا شايفين اهي. ده القرع والسكر مع بعض لما اتحطوا على النار. بسيبه بقى يكمل التسوية بتاعته لحد ما يتشرب المية بتاعته خالص، وبغطي عليه واسيبه. انا هنا رجعت له بقى بعد شوية. بصوا شايفين المنظر، شرب المية كلها واستوى وبقى زي الفل كده. تمام، كل حاجة كده جهزت معايا. نحضر بقى حاجتنا علشان نركب الصينية بتاعتنا. اول حاجة بجيب القرع واهرسه بالهراسة كده بتاعة البطاطس كويس. انعمه حلو قوي. هو طبعا استوى فمش بياخد معايا، مجرد ما بديله كده هرستين بالهراسة او بالشوكة زي ما انتوا شايفين بيظبط معايا وبيبقى بالشكل القوام ده زي ما انتوا شايفين كده. تمام. هجيب بقى الصينية بتاعتي وادهنها بالمادة الدهنية كويس جدا. انا هدهنها هنا بسمنة من كل الاتجاهات حلو. وبعد كده هنزل بقى بطبقة محترمة كده من البشاميل، هحطها في القاعدة بتاعة الصينية من تحت.
واسويها بالشكل ده. بعد كده بقى هجيب القرع بتاعي وابدأ بقى في ان انا انزل بيه هو كمان فوق طبقة البشاميل. لحد هنا لو ما كنتش حطيتي لايك يا ريت تحطي لايك وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد من وصفاتي على القناة. زي ما انتوا شايفين كده بنزل بالقرع بتاعي في الصينية كله، ما بخليش منه اي حاجة. عايزة اقول لكم الوصفة دي من الوصفات الحلوة اللذيذة اللي بجد طعمها حلو جدا جدا، وجربوها وان شاء الله تعجبكم جدا. كده نزلت بكل كمية القرع، هبدأ بقى في ان انا اساوي القرع معايا فوق البشاميل بالراحة جدا. كده هبدأ ان انا اساوي واظبط الطبقة اللي فوق كده فوق طبقة البشاميل كويس. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كده تمام، زي ما انتوا شايفين كده الشكل اتسوى معايا. بعد كده هنزل كمان بطبقة تانية من البشاميل اللي فوق. بصوا القوام يا جماعة بتاع البشاميل غني وكريمي وحلو جدا، بصوا يعني قوام كريمي وتحفة. بس كده، وابدأ بقى برضو اغطي بقى البشاميل فوق طبقة القرع تماما، يعني اغطي بالبشاميل طبقة القرع ما خليهاش تظهر معايا خالص زي ما انتوا شايفين كده. بس كده صينيتنا جهزت وبقت زي الفل. الفرن بتاعي بكون محضراه بيكون سخن على درجة حرارة 180، وبدخل الصينية او بنزلها تحت الشواية. بس طبعا تحت الشواية بكون واخدة بالي لانها ما بتاخدش اي وقت وبتتحمر بسرعة جدا، وبتطلع بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. منظرها بجد بيشهي وحلو جدا جدا جدا. بسيبها تهدى كده من الحرارة وتبرد شوية، وبعد كده ببدأ اقطعها عشان اعرف اقطعها تبقى قطعة معايا متماسكة. لو قطعتها سخنة ممكن تتبهدل معايا. واطلع بقى، بصوا الجمال، بصوا يا جماعة المنظر بجد تحفة. طعمها حلو جدا، من الحاجات الحلوة اللي مش مسكرة اللي سكرها يضايقك، لا بالعكس حاجة حلوة قوي وسكرها مظبوط جدا، وفي نفس الوقت مغذية وجميلة جدا جدا وحلوة ومفيدة، ويعني حاجة رائعة بصراحة. بصوا الجمال، بصوا الشكل يا جماعة، شكلها تحفة وطعمها تحفة. جربوها وان شاء الله انا واثقة انها تعجبكم. وبإذن الله كده لو عجبتكم وعملتوها ما تنسونيش بقى بدعوة حلوة كده من القلب. حاجة مغذية تعمليها لولادك حلوة جدا جدا، وكمان ممكن تتاكل دافية كده تديني احساس بالدفى في الدنيا بقى ابتدت تبرد، فهي حلوة جدا ومناسبة جدا للجو اللي احنا فيه ده. يلا بقى اسيبكم على خير، ونتقابل في فيديوهات جاية كتير مع بعض ان شاء الله. وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي. يلا باي باي يا حبايبي.